لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه افتل، روح شوفها الاول وتعالى بسرعه. افتل دمر جيش الصحراء بالكامل بصواعق البرق المدمره، وانقذ ولي العهد من محاوله اغتيال دمويه دبرها ابوه الخاين، وبقوه اسطوريه تجاوزت كل التوقعات. افتل طوى صفحه الدمار ومستعد لخطوته الكبيره في اكاديميه السحر. بس يا ترى ايه اللي مستنيه جوه اسوار الاكاديميه؟ وهل القوه دي هتحميه من المؤامرات الجديده ولا في كابوس مستنيه؟ فجروا لايك واشتركوا حالا. انا كينج الانمي، ويلا بينا نعيش في احداث الحكايه. لحظة الوداع بتبقى تقيلة دايما على القلب. افتل واقف قدام امه واخوه المدرب بتاعه علشان يبدأ رحلته. امه ما قدرتش تمسك نفسها، دموعها نزلت وجرت عليه وحضنته وقالت له بصوت مهزوز: انت دلوقتي بقيت راجل كبير، اعمل اللي انت عايزه بحرية، ولو حسيت انك عايز ترجع البيت في اي وقت ارجع براحتك. هو بيشكرها انها ربته 15 سنة، واللي واقفين كلهم بيكونوا متأثرين. فريزر بيبص له وبيقول له خد بالك على نفسك وما تنساش تتمرن كويس على السيف، وهو بيشكره على كل حاجة قدمها له لحد دلوقتي. افتل بيدولهم ظهره. يا ترى هيعمل ايه دلوقتي؟ جوه اصرار مرعب وعزيمه من حديد. بيوعد نفسه وبيقول انا هتخطى حاجز الموهبه ده مهما كلف الامر، ومن هنا مش هقف، همشي في طريق واحد لحد ما اوصل للقمه. بيمشي افتل وبيسيبهم وراه، وبعد مسافه بيقرر يستريح شويه وبيدخل حانه يقعد فيها. بس ده لسه ما عملش حاجه، لان اللي جاي دلوقتي هيغير كل حاجه. هو بيبقى جنبه مدرس سحر كبير بيتذلل لساحر اسمه ادواردز المجنون. هو بيقول له بمنتهى الاحترام شكرا جزيلا ان ساحر مشهور زيك جه لبلده صغيره زي دي يا ادوارد سمع، ويا ريت توري اطفال مدرسه السحريه سحر حقيقي. بس ادوارد بيقاطعه بغرور وبيقول له من غير اذن ما تكلمنيش اصلا. الراجل بيتخض وادوارد بيكمل باحتكار: انت مش شايفني بقرا؟ الراجل بيعتذر له برعب. ادوارد بيبص له من فوق لتحت ويهينه: انا وانت قيمه كل ثانيه من حياتنا مختلفه تماما، افهم ده كويس. وكل ده بيحصل وادوارد رابط جنبه بنت شيطانه كانها عبده، وافتل قاعد بعيد شايف كل القرف ده بعينه. ادوارد بيكمل نفخته الكدابه بيقول: انا في ال20 ومعترف بيا مغامر من الرتبه ايه في النقابه، الناس بتشهق. رتبه ايه؟ بيبص للراجل باحتكار ويقول له: وبالمقارنه بيك انت راجل في ال50 ولسه يا دوب رتبه سي، واخرك تفتح مدرسه سحريه للاطفال هنا، ده مصيرك الطبيعي علشان انت زباله اصلا. وبيضيف بقرف: ده اللي بيضايقني في اهل الارياف، محدش بيقدر ظروف التاني. الراجل بيحاول يلطف الجو ويقول له: احنا محضرين لك حفله استقبال الليله يا ادوارد سما. بس ادوارد بيصدمه: ايه الكلام الفاضي ده؟ النهارده يوم مميز ليا وللبنت الشيطانه دي، الفتره اللي المفروض تاخدها علشان تتاقلم مع جسمها خلصت النهارده بالظبط. واحد من اللي واقفين بيفهم الكارثه بيقول: يعني قبل ما تتاقلم مع جسمها بيدخل عليها؟ ده مقرف. افتل قاعد سامع كل ده قلبه مليان غثيان من القرف، بيفكر في ماري وبيقول لنفسه لو ما كانش هو انقذها كانت هتبقى عبده زي البنت دي بالظبط. وهنا حصلت المفاجاه اللي ما حدش كان يتوقعها. صريخ بيرج المكان فجأة، راجل بيدخل يصرخ وبيقول: الأورك العملاق جه. الناس بتنهار من الرعب، ده الأورك العملاق، هنعمل ايه؟ حد بيصرخ: استدعوا مقاتل. بس التاني بيرد بقلة حيلة: النقابة مش هتقدر تساعد، قرية زي ديت مفيش فيها حد يقدر يواجه وحش زي ده. وفي عز الرعب ده واحد بيطمنهم وبيقول: ما تقلقوش، ادوارد المجنون موجود، مغامر من الرتبة ايه. الناس بتاخد نفسها وبتفرح، خلاص هننجو. ادوارد بيقف بكل ثقة وغرور وبيقول: ده وحش صعوبته رتبة بيه، بالنسبة ليا ده لعب عيال ومش هيرهبني خالص. افتل بيبص للموقف وبيقول لنفسه: الظاهر ان حتى بعد 400 سنة الرتبة ايه لسه بتعتبر حاجة مرعبة. ادوارد بيتقدم للمواجهة، بيبص للوحش وبيقول: يلا يا كائن يا قذر، خصمك هو انا، هوريكم سحر الحقيقي، عمركم هتشوفوه في قرية زي دي ابدا. بيبدأ يقرأ التعويذة وفجأة بيصرخ: هولي فاير مستوى 4 وانطلاق. وبيقول بغرور: ده سحر عمركم هتشوفوه ببلاش. بس اللي حصل بعد كده كان صدمة للكل. الدخان بيطير والأورك واقف مكانه ولا كأن نملة رصته. ادوارد عينه بتوسع من الصدمة: ازاي؟ مستحيل، على مستوى سحر عندي ملوش اي تأثير. الوحش بيقرب منه بخطوات تزلزل الارض. ادوارد بيترعب، قلبه بقى بيدق بسرعة، بيصرخ مذعور: لا استنى، انت مش اورك عملاق عادي، انت فرد من نخبة الاورك، اورك ماذر كور.
بيعترف بالهزيمة فورا وبيقول اورك عملاق ماشي، لكن ده مستحيل اهزمه. واضح ان مفيش طريقة اهزمه بيها. يا ترى هيعمل ايه دلوقتي؟ هيقاوم ويحمي الناس؟ لا، الجبان بيهرب بيدي ظهره للوحش وبيجري. الناس بتصرخ له ايها المغامر انت بتعمل ايه؟ بس هو ما بيردش. هو بيقرأ تعويذة دفاعية لنفسه. المستوى الثالث حاجز السحر بيحوط المكان وبيكون حبس الناس مع الوحش، وبيكون هو بره الحاجز وبيبص لهم بوقاحة وندالة وبيقول طبيعي ده توم شخص نبيل زي مستحيل يموت في مكان زي ده. وبيقول للبنت انت هتبقى توم. البنت بتصرخ مرعوبة مستحيل مش حقيقي طلعوني من هنا انا مش عايز اموت. وبتستسلم لمصيرها وهي بتقول خلاص انتهت. ما تفكرش ان الموضوع هيكون سهل لان افتل مش هيسكت. وفجأة بدون اي مقدمات صوت تعويذة بيشق الهوا. سيرافيك ديسبول المستوى السادس. وفي ثانية واحدة حاجز ادوار بيتكسر حتت زي الازاز. الناس بتتفاجئ ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ الراجل العجوز بيتكلم نفسه ايه ده؟ سحر من غير تعويذة. وهنا افتل بياخد باله ان لفت الانظار من غير ما يقصد، بس هيعمل ايه؟ ما قدرش يسيب الموقف كده. بيفكر في خطة خبيثة في ثانية. لو موهت السحر بالمستوى الثالث وبعدين ضربت مستوى 9 فعليا هيبانوا كأن ضربت من المستوى الثالث، وكده هيفكروا انه قضيت عليه بالمستوى الثالث ومحدش هياخد باله. دي خطة مثالية وكده مش هلفت الانظار. الاورك بيهجم عليه بس افتل بتفاداه بسرعة وبيقوم بهجوم سريع. الناس بتتفاجأ وافتل بيضربه بتعويذة نار من المستوى الثالث. وافتل بيستغل اللحظة دي وبيقول لنفسه تمام طالما كل الانظار مركزة على اللهب التمويه الضربة الحقيقية هتعدي من غير ما حد يلاحظ. وبوم الوحش بيتحرق وبيتحرق من التعويذة اللي من المستوى الثالث. بس الناس بتصرخ من الفرحة. المستوى الثالث اشتغل ازاي؟ برافو الواد ده حرق الاورك مازر كورب المستوى الثالث بس جامد جمدان. ادواردز واقف مشلول مش قادر يصدق. مستحيل سحر مستوى 4 ما اثرش. ازاي سحره اثر؟ الراجل العجوز بيرد عليه بهدوء قاتل وبيقول له السحر ده كان مختلف عن السحر بتاعك. كان في تقنية سحرية وتوقيت استباقي صحيح فقوته بتوازي مستوى 5 فعليا. الناس مذهولة ولد عنده 14 سنة بيعمل كده. هنا افتل بيدرك الحقيقة. هو بيقول في نفسه يعني ادواردز اصلا ما كانش بيعمل التقنية ديت ولا التوقيت الاستباقي، حتى اساسيات زي دي ما كانش يعرفها. رتبة ايه اللي كان فيها دي؟ ده لو انا كنت ضربت الوحش بالمستوى الاول كان كفاية عليه قوي. افتل بياخد باله انه اتفضح اكتر من اللازم. بيحاول يداري ويقول للناس بابتسامة الموضوع ان السحر بالصدفة وقع في مكان كويس بس. الناس بتصدق وتفكر ان السحر مستوى 3 عادي. ادواردز بيحاول ينفض نفسه ويهرب في الزحمة بس افتل بيقف قدامه وعينه بتطق شرار. ادواردز المجنون صح؟ الراجل بيترعش ويقول له ايوه. افتل بينصحه بحزم لازم تحترم اللي اكبر منك سنا. المدرس اللي قدامك ده يعرف عن السحر اكتر ما انت تعرف بكتير. بيكمل بلهجة ترعب. وكمان اللي حصل دلوقتي ده محاولة قتل انا منعتها قبل ما تجمل بس دي جريمة خطيرة جدا. ادواردز بيستغرب جريمة خطيرة؟ افتل بيكمل مجرم زيك ما عندوش حق انه يمتلك عبيد. حرر البنت دي فورا وسلم نفسك للسلطات. ادواردز بينهار وبيوافق بخضوع تام. حاضر. افتل بيمشي وبيسيب المكان والبنت بتكون بصاله بذهول. هو ادواردز قاعد في الارض بيعيط زي العيال. افتل بيمشي المسافة طويلة ويوصل لمكان يشبه الصحراء بس بياخد باله ان البنت لسه ماشية وراه. بيلف لها وبيسألها لحد امتى هتفضلي ماشية ورايا؟ البنت بتترعش وبتتوسل ارجوك سامحني خلاص انتهيت بس ارجوك. افتل بيستغرب ايه عايزة ايه بالظبط؟ بتناديله برعب سيدي من فضلك استنى. افتل بيتفاجأ ايه فجأة بتناديني بسيدي؟ بتشرح له وهي خايفة لو فضلت كده هيتقبض عليها كعبد هريبة ارجوك من فضلك. افتل بيفهم الموقف وبيقول لنفسه صح نظام العبودية ده مش هيخلص بسهولة لما السيد يختفي او يموت. العبدة اللي بينقطع الرابط بينها وبين سيدها بتبقى حرة نظريا بس لو واحد شرير لقاها وعقد معاها عقد جديد ممكن تتعذب او تموت. بيبص لها بيتعاطف ويقول لها انت شكلك طيبة واكيد احسن من الراجل ده مليون مرة. هي بتوافقه وبتقول له كلامك صح بس بيسألها سؤال مهم انت اصلا من الشياطين ازاي بقيتي عبدة؟ البنت بتحكي له ان قبيلتها خسرت حرب ضد مملكة البشر زمان وبقوا عبيد من ساعتها. افتل بيعلق فاهم. بتوضح له ان العبد مستحيل يتحرر تاني الا باجراءات صعبة جدا. افتل بيقول الموضوع ده قاسي جدا بس ده حاجة عادية في العالم ده. بس هنا بتيجي الصدمة اللي خلت افتل يتنح. البنت بتفجر المفاجأة انا في الحقيقة من سلالة ملوك الشياطين وقريبة بعيدة لمارلين مديرة اكاديمية التينا للسحر. افتل عينه بتوسع من الصدمة ايه بتأكد له بالضبط كده. يستغرب بس عيلتك دي عيلة نبيلة وظروفكم. هو بيقطعها
لها بسرعة. استني، قلت ايه دلوقتي؟ بتسأله تقصد اننا من علي نبيلة صح؟ بيصلح لها لا مش ده قصدي خالص، مارلين تلميذة الحكيم الاسطوري افتل دي اللي انت بتتكلمي عنها. البنت بتأكد له ايوه بالظبط، مارلين دي واحدة من اعظم سحرة الشياطين اللي اتربت على ايد الحكيم افتل نفسه. والمفارقة هنا انها ما تعرفش انها واقفة قدام افتل اصلا. افتل مذهول وبيقول لنفسه معقول مارلين لسه موجودة بعد 400 سنة وكمان مديرة اكاديمية السحر؟ بيحسم قراره فورا. طيب انا قررت هكون سيدك مؤقتا لحد ما نلاقي حل. البنت بتطير من الفرحة. بجد؟ افتل بيأكد لها ايوه بجد، مش هسيب قريبة مارلين كده من غير مساعدة. بيسأل عن اسمها فبترد باحترام انستاسيا. افتل بيرحب بيها اهلا بيكي، وهي بتشكره وبتقول له شكرا يا سيدي انا تحت امرك. بعد رحلة طويلة بيوصلوا قبل ما الشمس تغيب. انستاسيا بتسأله سيدي احنا فين؟ افتل بيشرح لها ان بكرة هنا في المدينة في امتحانات دخول لأكاديمية السحر وانهم جايين يخوضوا الامتحان ده. انستاسيا بتتفاجأ سيدي انت مرشح للامتحان؟ وبتقول فعلها بس ده قوي جدا. افتل بيأكد لها ايوه وبيقترح ان هم يروحوا فندق بس بيغير رأيه وبيقول خلينا ناكل اي حاجة الاول. وبيقفوا قدام مطعم فخم جدا وانستاسيا بتخاف وبتسأله مش المطعم ده غالي؟ افتل بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش من الفلوس خالص. بس البنت بتكون مترددة وافتل بيصر خلاص قبل يوم مهم لازم ناكل لحمة كويس. بيدخلوا مطعم فاخر والنادل بيرحب بيهم. افتل بيقول له عايز ترابيزة الاتنين. بيكون باين على النادل القلق ويقول لهم اتفضلوا وبيوجههم للطاولة. والبنت بتكون قلقانة جدا وبتسأله انت جايبنا ليه مطعم فاخر زي ده؟ لكن افتل بيحاول يطمنها ويقول لها ما تخافيش وكلي براحتك. بس بياخد باله انها قعدت على الارض. بيسألها تعملي ايه كده؟ بترد قاعدة. بس هو بيوضح لها الكرسي موجود اهو، قاعدة جنبي كده ليه؟ بس البنت بتتفاجأ انا عبدة ما ينفعش اقعد على الترابيزة. بس هو بيرد بحسم انت بتقولي ايه؟ طبعا ده حقك الطبيعي. بتحاول تشرح له وهي خايفة بس يا سيدي حسب عادات العبيد المفروض اقعد بعيد وركبتي متنية علشان اقدر اتحرك فورا لو احتجت حاجة. افتل بيقطعها العادات ديت مش مطلوبة قدامي. بتتردد وتقول له بس دي حاجة مش مسموحة. افتل بيتضايق هو بيقول لها فعلا عادات العبيد ديت متغلغلة جواكي. طيب ده امر من سيدك اقعدي. بتوافق وبتقول له حاضر وبيحاول يشجعها ايه تمام مرتاحة؟ بتقول له اه وبتشكره جدا. وهنا النادل بيتدخل بتناكة وبيقول لهم معلش يا زبون للاسف عندنا محظور جلوس العبيد على الطاولة وكمان المطعم ده مخصص للطبقة الراقية بس. وبيبص لهم باحتكار وبيسأل معلش انت اصلا معاك فلوس كفاية ولا انتوا جيتوا هنا غلط؟ المكان ده مش للعامة. انستاسيا بتتحرج وبتقول له يلا نروح ناكل في اي عربية في الشارع. افتل بيرد ببرود اعصاب قاتل وبيطمنها ما تقلقيش يا انستاسيا. وبيطلع حجر كريم بيلمع وبيسأل النادل ده كفاية؟ النادل عينه بتطلع لبره ايه ده؟ دراجون دروب ده بالحجم ده قيمته اكتر من 50 قطعة ذهبية. في ثانية تلاكة بتتحول لتذلل. بيعتذر بخجل اسف جدا على سوء التفاهم. افتل بيوافق وبيقول له خد الباقي بس يا ريت تجيب احسن لحمة عندك. النادل بيجري يزعق للعمال بسرعة قدموا للسيدة الانسة العبدة اقصد الانسة افضل اقلع عندنا ووديهم اوضة الفي اي بي. افتل بيضحك في سره الحقيقة ان انا معايا فلوس كتير جدا من رحلة السفر وبيفتكر امه وهي بتديها له وبتكون دي فلوس ابوه اصلا. انستاسيا بتسأله ايه ده يا سيدي؟ بيطمنها ما تقلقيش كله تمام. بيشجعها تاكل كل براحتك يا انستاسيا. بتتفاجئ وبتقول له انا اول مرة اكل حاجة زي كده بجد انا ممكن اكل انا كمان وانا عبدة. بيطمنها احنا هنكون مع بعض لفترة طويلة اعتبري دي تحية ترحيب مني ليكي كل براحتك. بتشكره جدا وبتبدأ تاكل بسعادة. بيسألها يمكن مش بتحب اللحمة؟ بترد لا ابدا. بيفكر جواه انا متأكد انك عانيتي كتير كعبدة ظلم وسوء معاملة وممكن انا كمان من غير قصد اعاملك بشكل مش لطيف في المستقبل. وبيقول لها لو انا عملتك وحش في المستقبل اتخانقي معايا عادي. انستاسيا بتستغرب اتخانق يعني ايه بالظبط؟ افتل بيفكر شكلها عاشت عبدة كتير لدرجة انها نسيت معنى الغضب اصلا. هو بيشرح لها ببساطة يعني ببساطة لو حاجة مضايقاكي قولي ما تتكسفيش. بتوافق حاضر يا سيدي. بيقترح عليها تعالي نتمرن على كسر عادة العبودية دي اتخانقي معايا دلوقتي. بتتردد بس بيصر يلا جربي. بيتحول بخجل معلش. بيشجعها كمان مرة. بتحاول وتقول انا اسفة. بيعدي الوقت وتاني يوم الصبح بيوصلوا اكاديمية السحر. انستاسيا مبهورة بتتعجب دي اكاديمية كلاون السحرية كبيرة جدا. افتل بيوضح مكتب تسجيل الامتحانات هناك على ما يبدو. بتشكره سيدي شكرا على الهدوم الجديدة دي. بيرد عليها كده احسن بكتير وبتكون مدهوشة من
الزحمة. عدد المتقدمين كبير جدا. افضل بيشرح لها اكاديميات السحر عموما نسبة القبول فيها منخفضة جدا، لان اي حد بيتخرج منها ما بيقلقش على مستقبله المهني ابدا. علشان كده ناس كتير من كل حتة بتيجي تتقدم. وفجأة افتل بيقترح مفاجأة تقيلة. انستاسيا تعالي ادخلي الامتحان معايا. البنت بتتخض. انا كمان. بيأكد لها ايوه ده امتحان مفتوح لاي حد، لو نجحتي ممكن تحصلي على مهنة مستقبلية كويسة. انا خلاص قررت. بتتردد وتقول له مش عارفة لو هقدر. بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انت قدها وقدود. وبيفكر ان عندها موهبة سحرية اعلى بكتير من اي انسان عادي، وانها برضه قلبت مارلين حتى لو من بعيد. وفجأة صوت مراقب الامتحان بيرج الساحة. يا متقدمين انتبهوا، ده الاختبار الاول. افتل بيبتسم بحماس وبيقول اول مرة اخد امتحان حقيقي زي ده بجد. الكارثة اللي مستنياهم جوه الامتحان، وهل هيقدروا يقلبوا الموازين؟ لحد هنا يا ابطال، وافتل والبت اللي معاه وصلوا لحد ابواب الاكاديمية وبداية اول اختبار رسمي. تفتكروا افتل هيصدم الكل بايه في الاختبار ده؟ والبت هتنجح وتبدأ صفحة جديدة، ولا الاختبار هيكون كابوس مستنيهم؟ اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات، وفجروا اللايك واشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش الحماس الجاي. انا كينج الانمي، واستنوني في الملحمة الجاية. سلام.